ايما حرص. انت دابا هي دير في راسك هاد الكلمه تاع خوك، هي الوقيته اللي تبغي دير شي حاجه، خويا كيفاش انا ندير هذا الشيء لخويا، وغادي تفيق ملي تذكرت بان هذاك خوك، غادي تفيق من القلبه ان كنت موفقا باذن الله تعالى. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هو يقول النبي عليه الصلاه والسلام: وكونوا عباد الله اخوانا، كونوا اخوانا كما امركم الله. لذلك جاب النبي عليه الصلاه والسلام واحد الجمله اعتراضيه هنا: وكونوا، الاصل يقول وكونوا اخوانا، هذا هو اختصار الكلام. لكن لماذا اعترض بتلك الجمله عباد الله؟ هذه جمله كيقول العلماء جمله اعتراضيه، الغرض منها التذكير. تذكير بماذا؟ التذكير بأن هذه الأخوة الذي أمركم بها هو من؟ هو الله. وكونوا عباد الله، وكأنه يقول: وكونوا إخوانا إذا كنتم عبيدا لله تأتمرون بأمره وتنتهون عن نهيه. إن كنتم تعظمون الله وترضون به إلها وخالقا فكونوا إخوانا. هذا هو المفهوم يعني ديال الجملة: وكونوا عباد الله إخوانا. الله تعالى أمرنا بذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم قوم. هو بدأ يجيب نواهي بحال كما في الحديث، نواهي جاءت في سورة الحجرات للحرص والمحافظة على تلك الأخوة. الله تعالى بغانا نكون أخوت، النبي صلى الله عليه وسلم بغانا نكون أخوت، وعلاش حنا بغيناش نكون أخوت؟ علاش الإنسان تيفرط في هذه الأمور هذه نصوص لم تأتي عبثا، وإنما جاءت للحرص الشديد على أن يبقى هذا الأصل الأصيل حيا بين المسلمين والمسلمات.